لو جينا مثلا نشوف تاريخ اي لاعب مثلا عالمي مثلا او ما حط اي اسم انت عايزه، وقعدنا مثلا نشوف مثلا الالقاب اللي حققها مع النادي، القاب حققها مع المنتخب، القاب فرديه ليه هو شخصيا. ده مثلا لما نلاقي مثلا اللاعب مثلا واخد بطولات كتير، واخد القاب فرديه، فبنقول مثلا ده البرايم بتاع اللاعب ده، اللي هو دي النسخه الاكثر توهجا بالنسبه له. ده بقى اللاعب عالمي. احنا بقى جايين نتكلم على لاعب يعني هو محلي بس بمواصفات عالميه. لاعب مهما اتكلمنا ومهما عملنا يعني مش هيفيد برضه. يعني عايز مثلا بتاع 3 4 5 10 حلقات كده نقعد نتكلم عليه هو بس. هتقولي دي افوره؟ اقول لك مش افوره، بس فعلا انت محتاج عشان تتكلم عن لاعب زي ده انت محتاج كتير نقعد نتكلم ونفرد بقى شويه حلوين كده. واحد من افضل من لمس الكوره في مصر تقريبا يعني. فاحنا النهارده جايين نتكلم عن جزء كده، جزء صغير كده من حياه اللاعب ده الكرويه. فتعالى بينا نبدا. بس قبل ما نبدا طبعا توحد الله وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ما تنساش اللايك والفولو، ويلا بينا نبدا يا معلم. مين بقى اللاعب اللي احنا من اول الحلقه عمالين نتكلم عنه؟ لاعب برايم مصري، برايم عالمي، معرفش الكلام ده. بالتاكيد طبعا هو الماجيكانو ابو تريكه طبعا. وزي ما قلت احنا جايين نتكلم عن جزء صغير في افضل موسم لابو تريكه من حيث الالقاب وكل حاجه. فاكيد طبعا لو احنا حبينا نتكلم عن ابو تريكه بشكل عام فاحنا محتاجين زي ما قلت نفرد كتير حلقات كتير. لكن اللي عمله ابو تريكه في 2006 مفيش لاعب عمله في تاريخ الكره المصريه، لم ولن يتكرر على الاطلاق. لعيبه تلعب ولاعيبه تبطل، محدش يقدر يقرب من الموسم ده. ورقه وقلم كده وتعالى نعرف ايه اللي حصل. حابب افكرك ان احنا بنتكلم عن موسم ويعتبر هنجيب اللي هو اهم الحاجات بس في الموسم ده، لكن طبعا الموسم كبير جدا ومليان يعني. فتعالى بقى نخش على طول على الالقاب الفرديه. افضل لاعب داخل قاره افريقيا 2006 ادي كده واحد. هداف بطوله كاس العالم للانديه 2006 ادي كده 2. هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا 2006، وطبعا مين ينسى هدفه قدام الصفاقسي، هدف البطولة في الوقت الضايع، يعني الهدف ده مخلد لأبو تريكة. هداف بطولة الدوري المصري، زائد كمان وجوده في تشكيلة العام لقارة إفريقيا بمحترفينها في 2006. نيجي للبطولات الجماعية، كأس الأمم الأفريقية 2006، دوري أبطال أفريقيا طبعا 2006، كأس السوبر الإفريقي 2006، كأس مصر 2006، وطبعا الدوري المصري 2006. عندك كأس السوبر المصري 2006، وختامها بقى ببرونزية كأس العالم ل 2006 بأعظم أداء لتريكا فيها. تخيل معايا يا صاحبي كده إن كل الألقاب الفردية والجماعية حققها لاعب واحد بس في سنة واحدة، بمساهمات مباشرة جدا في كل البطولات دي، سواء بقى مع ناديه مع المنتخب، لأن الراجل ده فعلا يعني هداف كل البطولات اللي حققها فعلا، محليا قاريا دوليا، كل شيء يتمحور حول ابو تريكه. بطولة الدوري وقتها تعال نشوف بقى ابو تريكه ساهم فيها بكام هدف. ساهم مبدئيا كده ب 33 هدف من كام ماتش؟ يعني 21 ماتش، سجل فيهم 18 هدف، صنع 15 هدف. معدل مساهمات كاسر ال 100%، كسرها مش هيلمس، لا كسرها، ده شملها كمان مش كسرها. خش على دوري الابطال اللي ساهم فيه ب 10 اهداف من 11 ماتش، سجل 8 اهداف وصنع هدفين، يعني بمعدل ملامس لل 100%، وده طبعا رقم جبار جدا. ده بغض النظر برضو ان ابو تريكه هو صاحب هدف الفوز التاريخي بالبطوله دي. ابو تريكه وصل للمباراه النهائيه في كل البطولات اللي شارك فيها، سواء مع النادي او مع المنتخب. واحد يقول لي لا معلش ما انت كده هتطبل، اقول لك لا، ما انت تصبر بس. هنشيل كاس العالم للانديه على جنب، لكن هو خد فيها المركز الثالث في كاس العالم، وده اعظم انجاز عربي وافريقي وقتها، وركز في الكلمه وقتها. انك تحقق كل شيء سواء بقى محليا قاريا دوليا بنسبه مساهمات فعاله وعاليه جدا،
ده شيء لا يفعله سوى محمد ابو تريكة. بس كده يا معلم انتهت حلقة الماجيكانو ابو تريكة. خدنا فيها جزء مبسط كده من الموسم التاريخي بتاع ابو تريكة، ما دخلناش في البهاريز من جوه، لكن احنا خدنا برضو حاجات حلوة محترمة من على الوش يعني. ما تنساش تحط اللايك والفولو عشان ده فعلا بيساعد، وعشان يوصلك برضو كل جديد. بس كده ما تنساش توحد الله وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وبس كده كان معاكم احمد خالد، وبس كده السلام.